ناس كتيرة جدا بتخاف من موضوع جراحات السمنة عشان معتقدين ان هم شعرهم هيقع. هل ده صح ولا غلط؟ خلينا نشوف الحقيقة. اسباب ان العيانين بعد العمليه ممكن يحصل لهم سقوط شعر: نقص التغذيه، يعني انا مش باكل كويس او مش باخد حاجات هيلثي اكتر، مفيش خضار، مفيش بروتين، وكمان ما باخدش فيتاميناتي، فانا قاعد كل دوت بفقد ومفيش تحسن، وبالتالي فممكن يحصل تساقط شعر. تساقط الشعر دايم ولا مش دايم؟ لا، هو مش دايم، هو دايم طول ما انت ما بتتعالجش وقاعد منتظر اللي هو هيتصلح لوحده. لا، هو هيتصلح لما وزنك يبتدي يقف في النزول، وده هيحصل بعد سنه. في خلال اول 3 6 شهور دول هم اسرع وقت، وبالتالي هو ده اللي هتلاقي فيه سقوط شعر. طيب هتحسن ازاي؟ هتحسن ان انا اخد الفيتامينز اللي انا المفروض اخدها واتابع. هل انا هاخد فيتامينات؟ هل انا هبتدي اشرب ميه كويس جدا؟ اهتم بالبروتين جدا؟ طيب كل دوت مش جايبين نتيجه، يبقى وقتها لازم اروح لاخصائي او استشاري لامراض جلديه عشان نبتدي يكتب ادويه ازيد شويه.